بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، طلاب الثانوية العامة. النهاردة هنبدأ في دروس هندسة الفراغ أو الهندسة الفراغية. في حصة المراجعة كنا بنتكلم على اللي احنا أخدناه في تانية ثانوي من المجسمات، النقطة موجودة في الفراغ. النهاردة هنبدأ في تحليل النقطة في الفراغ. عشان نحلل النقطة في الفراغ لازم نعرف نظام مستوى أو نظام فراغي جديد. احنا سابقا خدنا حاجة اسمها النظام الإحداثي المتعامد في المستوى. وكان كل اللي احنا وصلنا إليه إن في محور رأسي ومحور أفقي، وسمينا المحور الأفقي ده محور السينات، وسمينا المحور الرأسي ده محور الصادات، ونقطة تقاطعهم كانت هي نقطة الأصل. وكان ده الاتجاه الموجب لمحور السينات فيه الأرقام الموجبة، وده كان الأرقام الموجب أو الجزء الموجب لمحور الصادات. أما ده كان الجزء السالب لمحور السينات، واللي احنا كنا بنقول عليه س شرط. أما ده كان عبارة عن محور الصادي السالب، اتجاه السالب لمحور الصادات اللي احنا كنا بنقول عليه صاد سالب، وده صاد موجب، وده س موجب. دولت المحورين دول شكلوا لي المستوى الإحداثي، مستوى وحيد. النقطة فيه لو مثلا هنا يبقى 3 و2، يعني كانت موجب وموجب. هنا كان النقطة مثلا لو هنا يبقى سالب 2 و2، ودي كانت سالب وموجب. النقطة لو وقعت هنا زي النقطة ديت سالب 2 وسالب 3، يبقى سالب 2 وسالب 3، يبقى هنا سالب وسالب. النقطة لو وقعت هنا زي النقطة ديت، ادي مثلا النقطة ديت 4 وسالب 2، يعني موجب وسالب. هذا النظام في المستوى، يعني يحدد لي النقطة في المستوى. وأخدنا كمان من ضمن ما أخدناه البعد بين نقطتين. يعني لو أنا عندي أي نقطة ألف وباء، لو أنا عارف إحداثيات الألف س واحد صاد واحد، وعارف إحداثيات الباء س 2 وصاد 2، فإحنا كنا بنقول إن طول الألف باء بيساوي بعد استنتاجه من نظرية فيثاغورس مربع فرق السينات زائد مربع فرق الصادات. يعني س واحد ناقص س 2، أو العكس مش هتفرق لأنك هتربح في النهاية. س واحد ناقص س 2 صاد واحد ناقص صاد 2، ده اللي كان بيجي البعد بين النقطتين. كنت بجيب البعد بين النقطتين بالطريقة دي. طيب، وكان كمان ممكن أنا أجيب إحداث المنتصف. كانت ج بتساوي مجموع السينات على 2 مجموع الصادات على 2، وده كان إحداثي نقطة في منتصف قطعة مستقيمة. ووضعنا الخط المستقيم في المستوى، الخط المستقيم في المستوى. درسنا الخط المستقيم معادلته، ازاي احصل على المعادلة بتاعته، واعرف العلاقة ما بين الخطوط المستقيمة عن طريق الاحداثيات. وبرضو خدنا معادلة الدائرة، خدنا معادلة الدائرة الإحداثية، ازاي اجيب المعادلة في الصورة الإحداثية وازاي اجيبها في الصورة البارامترية. عرفنا صفات معادلة الدائرة والعلاقات ما بين دائرة ودائرة في النظام الإحداثي. الجديد ان في فراغ، في بعد ثالث لازم يضاف. ايه هو البعد الثالث؟ احنا هنتخيل في عندنا حاجة اسمها النظام
الإحداثي برضو المتعامد ذو الثلاث أبعاد، يعني فيه بعد ثالث هيضاف. احنا قلنا إن أي مستوى أقل حاجة يتحدد بيها 4 نقاط. أي فراغ أنا آسف يتحدد ب4 نقاط. هو ده البعد الثالث، يعني ده بعد مستوى وده مستوى. ده البعد الثالث احنا هنسميه عين، ارتفاع يعني. وده س زي ما هو مش هيفرق، وده صاد. اميز بين س وصاد ازاي عشان ما اتلخبطش؟ قاعدة الايد اليمين انا اهو اطبق ايدي اليمين كده، الاقي ان اللي واقف الرأس ده عين، دي هتبقى س. يعني ايدي دي عين ودي س، ادي عين ودي س، وصاد عمودية عليه. النظام ده احداثي متعامد، يعني الزاوية ما بينهم هنا 90. النقطة دي هي نقطة الأصل، واو، زي ما كان فيه نقطة أصل في النظام الإحداثي في المستوى، برضه هنا فيه نقطة أصل في النظام الإحداثي المتعامد ذو 3 أبعاد. طيب ده الجزء الموجب لمحور الصادات، وفي جزء سالب له. ده هيبقى الجزء السالب بالشكل ده كده، يعني ده هنا يبقى 1 2 3 4، ده -1 -2 -3 -4. كذلك لسين، ده الجزء الموجب لسين، ده هيبقى فيه 1، ده 2، هيبقى 3، ده 4. وده الجزء السالب لسين، هيبقى -1 -2 -3 وهكذا. ده الجزء الموجب لعين، 1 2 3 4 إلى آخره. وده هيبقى الجزء السالب، هيبقى -1 -2 -3 -4. النقطة في هذا النظام لها 3 أبعاد. يعني لما أقول هنا نقطة يبقى هنا س 1 وصاد 1 وعين 1 نقطة. لما تبقى هنا نقطة يبقى برضو أدي س 2 صاد 2 عين 2. يعني النقطة هنا، النقطة في هذا النظام لها 3 إحداثيات: إحداث س وإحداث صاد وإحداث عين. لازم يبقى لما نشوف نقطة لها 3 إحداثيات يبقى ده نظام في الفراغ. نظام في الفراغ، يعني أنا تخيل هنا نقطة موجودة في الفراغ. طيب هل هيبقى أقدر أجيب البعد بين نقطتين برضو في هذا النظام؟ يعني مثلا افرض أن أنا عندي نقطة أ ونقطة ب، أقدر أجيب البعد بينهم باستخدام نظرية فيثاغورس. برضو أقدر أجيب البعد بين نقطتين. إزاي أعرف أجيب البعد بين نقطتين في هذا النظام؟ قال لي بسيطة، أ ب بيساوي نفس القصة. إيه هي؟ بيقول لي أنت لو عارف إحداثي أ وإحداثي باء، أ إحداثياتها مثلا س 1 صاد 1 عين 1، والباء إحداثياتها س 2 وصاد 2 وعين 2. تقدر تقول إن أ باء بيساوي الجذر التربيعي مربع فرق السينات زائد مربع فرق الصادات زائد مربع فرق العينات. يعني س 1 ناقص س 2 صاد 1 ناقص صاد 2 عين 1 ناقص عين 2. ولو عكسنا س 2 ناقص س 1 وصاد 2 ناقص صاد 1 وعين 2 ناقص عين 1 مش هتفرق، بس المسقط الأول أجيبه من النقطة الأولى والتاني من التانية أو العكس. فلو مشيت كله س 1 يبقى كله س 1 صاد 1 عين 1. لو مشيت س 2 يبقى كله س 2 صاد 2 عين 2 حسب البداية بتاعتي. طيب اقدر اجيب كمان احداث المنتصف، يعني ج دهيت لو هي في منتصف ا ب اقدر اجيبها. طبعا احداثي منتصف، القانون بيقول لي انك تجيب مجموع السينات س
1 زائد س 2 زائد س 3 على 2، وكذلك عين 1 زائد عين 2 زائد عين 3، آسف صاد الأول، آسف إحداث الصادي أولا. يعني هنا هو هقول له صاد 1 هنا هو هقول له صاد 1 زائد صاد 2 زائد صاد 3 على 2، وعين 1 زائد عين 2 زائد عين 3 على 2. يبقى البعد الثالث اللي هو عين ده الآخر، س صاد عين، وأقدر كده أجيب له إحداثي المنتصف. طيب تعال كده نشوف إزاي هيطلب مني أعرف أجيب أحدد نقطة في هذا النظام اللي هو النظام الثلاثي. يعني مثلا لما يقول لي هنا في حاول أن تحل، اوجد عين موضع النقط التالي. ألف مثلا بيقول لي فيها أنا عاوز أعين نقطة 3 و2 و3. 3 و2 و3 أنا هنا أدي النظام ذو ثلاث أبعاد. أنا عاوز أدي صاد وأدي عين وأدي س. 3 و2 و3 أنا مش عايز كتير، أدي 1 2 3، أدي 1 أدي 2 أدي 3، أدي 1 أدي 2 3. أنا مش عايز أجزاء سالبة، يعني ممكن إن أنا أمسح الجزء ده، عايز كله أجزاء موجبة. طيب 3 و2 أنا بعمل إيه؟ أدي س وأدي صاد. المستوى س صاد، وده أنا عندي الفراغ ده بيتكون من 3 مستويات، مش عايز جزء سالب أنا أهو. النظام ده فيه 3 مستويات. مستوى س صاد، يبقى المستوى س صاد فيه المستوى س وعين اللي هو ده كده س عين، والمستوى س صاد، وفيه المستوى صاد عين. يبقى أنا عندي 3 مستويات، مستوى س صاد، المستوى صاد عين، المستوى س عين. دول ال3 مستويات اللي عندي. طب أعمل إيه؟ قال لي هنحدد الأول 3 و2 في المستوى س صاد. أدي 3 كده، 3 اهيت، و2 عمود، يعني كأن أنا بنزل أعمدة على السين وأجيب منها 3، وعمود على الصاد وأجيب منها 2. يبقى كده النقطة بتاعتي 3 و2، دي كده النقطة إحداثياتها 3 و2. طب ده هو عايز كمان 3 يبقى أطلع في الاتجاه الموجب لعين لحد ما أوصل لل3. يبقى النقطة ده هي النقطة ألف اللي هي إحداثياتها 3 و2 و3. يبقى أنا طلعت لفوق لأن قيمة العين كانت موجبة. يبقى الأول عينت في المستوى س وصاد النقطة 3 و2، وبعدين أطلع لفوق لو العين كانت موجبة. طب لو العين سالبة كنت أنزل لتحت. لما يقول له هو عين، تعالى كده ناخده نقطة أخرى ونعينها. زي مثلا إيه؟ ده عايز يعين نقطة اسمها -1 و4، وخلينا العين -3. طيب هنرسم ادي النظام.
النظام عين الإبهام، سين اللي هي الإيد المطبقة، أدي عين وأدي سين وأدي صاد. أنا عاوز جزء سالب في سين، أعمل إيه؟ سين لها جزء سالب أهي. وعاوز جزء سالب في عين، أعمل عين لها جزء سالب. وصاد بالمرة، يبقى الثلاث خطوط المستقيمة المتقاطعة. ادي س، الخط المستقيم بيمثل محور السينات، وادي الخط المستقيم اللي بيمثل محور الصادات، وادي الخط المستقيم اللي بيمثل محور الرأسي لعين. هنا الجزء الموجب اهو، اقول له هنا ادي 1 ادي 2، الصاد انا عايز فيها الاربعه، ادي 3 ادي 4. السين انا عاوز فيها سالب، يبقى ادي 1 ادي 2 ادي سالب 1 ادي سالب 2. الصاد العين فيها سالب 3، ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي سالب 1 سالب 2 سالب 3. تعال بقى نعين سالب 1 و4 الاول. السين سالب 1 والصاد ب4، يبقى هنا اطلع بعمود كده اهوت من سالب 1 لحد ما اوصل ل4. يبقى النقطة دهيت هي النقطة الممثلة لمين؟ لسالب 1 و4 في المستوى س وصاد. س ادي س وصاد اللي هو المستوى كده. طب انا عاوز عين سالب 3. سالب 3 يبقى هنزل لتحت بالنقطة دهيت لحد ما اوصل لسالب 3، وتبقى النقطة ديت باء اللي هي احداثيتها سالب 1 و4 وسالب 3. المهم عينت النقطة في المستوى الإحداثي اللي عندي، طلعت النقطة زي ما انتم شايفين كده سالب 1 س و4 صاد، ونزلت العين اللي هي سالب 3. طيب لو النقطة فيها صفر يبقى معناها انها تقع على اي من المحاور او تقع في مستوى واحد. زي مثلا لما يقول لي عين نقطة ج احداثياتها، الجيم ديت احداثياتها 0 و0 و4. طيب هروح ارسم النظام. ادي النظام الاحداثي ذو 3 ابعاد اهو. ده السين، وادي السين السالب، وده الصاد الموجب، وده الصاد السالب. منساش ادي عين وادي العين السالب. طيب نقطة الاصل واو 0 و0 بعرفها ازاي؟ السين، وافرق السين والصاد بالايد اليمين. ايد اليمين ادي الابهام هو عين، والسين هو الخط كده اللي هو الايد اليمين المتنيه، والصاد العمود عليه. طيب انا عاوز 0 وعايز لحد عين ل4. تعال نكتب 4 ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 في عين. نقطة 0 و0 دي واو، 0 و0 و0 دي واو. طب أنا عاوز أحدد النقطة 0 و0 في المستوى س وصاد أهي، 0 و0 اللي هي دي. طب وعين 4 أطلع عليها، يبقى النقطة تقع على الخط الرأسي 0 و0 و4. طيب ما هو بعد النقطة دي عن المستوى س وصاد؟ 4. طيب لو أنا عندي نقطة مثلا، جينا نقطة اتعينت هنا كان 1، نجيبها بره، خلينا بعيد عن المسألة. افترض ادي س موجب، ادي س سالب، عين موجب عين سالب، صاد الموجب صاد السالب. جيت انا عينت نقطة مثلا كانت ادي 1
والصاد كانت 2. ادي 1 وادي 2. والعين بتاعتها كانت 3 مثلا. يبقى النقطة ديت 1 و2 و3. النقطة دي نزل عمود على هنا، نزل عمود على هنا، نزل عمود على السين، هتبقى 1. طيب ما هو بعد هذه النقطة عن المستوى السين وصاد، اللي هو المستوى ده كده، ده المستوى سين وصاد. ايه بعد النقطة دي؟ قال لي ادي سين ودي صاد، بعدها يبقى 3. كان انا بجيب البعد من المستوى اللي ما فيهوش سين وصاد. طب لو انا عاوز بعدها عن المستوى صاد عين، شيل الصاد والعين يبقى بعدها 1. طب لو انا عايز بعدها عن المستوى سين عين، سين عين اللي هو المستوى ده كده يعني، قال لي سين عين يبقى بعدها 2. تجيب الايه؟ النقطة او الاحداثي اللي ما فيهوش المستوى. طيب نشوف، حاول ان تحل تانية في نفس المزمور. بيقول لي هنا هو اثبت ان النقط ألف وباء وجيم، مديني 3 نقط، كل واحدة لها 3 إحداثيات، 4 و0 و4. آخر نقطة 0، هنا في 0 0 و4 و4. ماله بقى؟ اثبت ان النقط ال3 ديت هي رؤوس لمثلث متساوي الأضلاع، وأوجد مساحته. يعني عايز في الآخر بعد ما أثبت له إن المثلث ده مثلث متساوي الأضلاع، أجيب له مساحة هذا المثلث. طبعا احنا عندنا عدة قواعد للمساحة. تعال نشوف الأول هنثبته إزاي مثلث متساوي الأضلاع. هجيب طول ألف باء، دي الفكرة، وهجيب طول باء ج، وهجيب ألف ج، وهو عاوزه مثلث متساوي الأضلاع. يبقى لازم ال3 ده هم يكونوا متساويين. ألف باء باء ج ألف ج. القانون بيقول إيه؟ جذر التربيع مربع فرق السينات زائد مربع فرق الصادات زائد مربع فرق العينات. يبقى هنا هقول له تربيع تربيع تربيع. أهيئ كده القانون أهو. السينات ألف باء يبقى 4 ناقص 4، الصادات 4 ناقص 0، 0 ناقص 4. امسك آلة الحاسبة واحسب الكلام ده هيطلع لي الجذر التربيعي ل 32. نروح نجيب باء ج، برضو القانون بيقول ايه؟ مربع فرق السينات زائد مربع فرق الصادات زائد مربع فرق العينات. نعمل كده نهيئ القانون 4 ناقص 0 و0 ناقص 4 و4 ناقص 4. طبعا 4 ناقص 4 دي 0، دي هتبقى بالآلة حاسبة 16 زائد 16 يبقى يساوي الجذر التربيعي برضه ل 32. هنجيب له ألف ج، هيبقى الجذر التربيعي لمربع فرق السينات زائد مربع فرق الصادات زائد مربع فرق العينات. يبقى هنقول له ألف ج يبقى 4 ناقص 0 س، 4 ناقص 4 دي صاد، 0 ناقص 4 دي عين. احسبها بالآلة الحاسبة، دي هتبقى 16 0 16 يبقى برضه هتطلع ل 32. معنى كده ان ألف باء بيساوي باء ج يساوي ألف ج. مش لازم تطلع عدد صحيح، ده كلها أعداد غير نسبية بس متساويين. يبقى إذا المثلث متساوي الأضلاع، يبقى إذا المثلث متساوي الأضلاع.
طيب عايز مساحته. عندي المساحة ممكن ان انا اجيبها بنص حاصل ضرب الضلعين المتجاورين في جيب الزاوية بينهم، يعني نص ألف باء في باء جيم، والزاوية بين ألف باء وباء جيم هي الزاوية باء في جاه باء. طب ده المثلث طلع مثلث متساوي الأضلاع، يعني هنا 60 60 60، يعني جميع الزوايا فيه متساوية وقياس كل منها بيساوي 60. يعني نص في جذر 32 مضروب في جذر 32 مضروب في جا 60. الآلة الحاسبة هنا جذر 2 في جذر 32 بيساوي 32. نص في 32 يعني 16 مضروبة في جا 60 بالآلة الحاسبة، أو لو أنا حافظها ال60 هنا 30 2 1 جذر 3 الجا مقابل جذر 3 على 2، يعني الناتج يطلع 8 جذر 3 وحدة مربعة. ما انساش دي وحدة المساحة، هو مش مديني أطوال ولكن بقول له وحدة مربعة اللي هي القياس لأي مساحة. ده مسألة بتديني قانون البعد ما بين نقطتين في الفراغ. ما انساش ان قانون البعد بيقول ألف باء بيساوي الجذر التربيعي مربع فرق السينات زائد مربع فرق الصادات زائد مربع فرق العينات. ده القانون اللي انا مشيت عليه، وجبت ألف باء، جبت باء جيم، جبت ألف جيم، لقيت الثلاثة متساويين، يبقى المثلث متساوي الأضلاع. ودي إحدى قواعد المساحة اللي احنا خدناها قبل كده في مناهج الصف الأول الثانوي. طيب نشوف، حاول أن تحل أخرى من ضمن مسائل. بيقول لي هنا أوجد إحداثي منتصف ج د. أوجد، مسألة مباشرة جدا، أوجد إحداثي منتصف، وتطبيق للقانون بس عشان نشوف القانون بيتطبق ازاي. إحداثي منتصف ج د، ومديني حيث ج بكذا ود بكذا. ج هي عبارة عن 0 و4 وسالب 2. طيب د سالب 6 و3 و4. إحداث المنتصف أدي س أدي ص أدي عين، 1 1 1، أدي س أدي ص أدي عين، 2 2 2. هقول له إحداث المنتصف بيساوي مجموع السينات على 2 مجموع الصادات على 2 مجموع العينات على 2، يعني 0 هنا هوت زائد سالب 6 على 2، هنا 4 زائد 3 على 2، هنا سالب 2 زائد 4 على 2. مجموع السينات مجموع الصادات مجموع العينات، والناتج هي نقطة موجودة في النظام الثلاثي. سالب 6 على 2 يبقى هنا في سالب 3، هنا 7 على 2، هنا 2 على 2 يبقى فيها الواحد. ادي إحداثي المنتصف، إحداثي المنتصف. يبقى احنا هنا النقطة. نلخص كده الموضوع قبل ما نبدأ في التدريبات. ملخص الموضوع، احنا عندنا هنا اهو القواعد اللي احنا توصلنا ليها، ان انا عندي نظام احداثي متعامد. هذا النظام الاحداثي المتعامد له 3 أبعاد. بعد من الأبعاد بعد عين وده اللي أضاف، وبعد صادي، وبعد سيني. بعرفهم بقاعدة اليد.
هنواصل مع بعض النظام الإحداثي ذو 3 أبعاد. إيه اللي إحنا القوانين اللي توصلنا ليها دلوقتي؟ أنا عندي البعد، لو قلنا مثلا البعد بين نقطتين، خلينا كده نلخص القواعد اللي إحنا وصلنا إليها في النظام الإحداثي. أولا، النقطة لها كام إحداثي؟ إيه المستويات اللي موجودة في النظام؟ طيب، لو أنا عاوز البعد بين نقطتين، إزاي أوصل للبعد بين نقطتين؟ ده كل اللي إحنا أخدناه. يبقى النقطة ودي إحداثياتها س ص ع. يبقى أي إحداث نقطة س ص ع لها 3 أبعاد. طيب، إيه المستويات اللي موجودة في النظام الإحداثي المتعامد ذو 3 أبعاد؟ ذو 3 أبعاد ده اسم الدرس. المستويات، عندي المستوى س ص، وعندي المستوى ص ع، وعندي المستوى س ع. 3 مستويات. مستوى س ص اللي هو المستوى ده، المستوى ص ع اللي هو المستوى ده كده، اسف ده طبعا دي س ودي ص. المستوى س ص اللي هو ده، المستوى ص ع اللي هو ده، المستوى ع س اللي هو ده. البعد بين نقطتين أ باء، لازم طبعا عارف إحداثيات الألف وعارف إحداثيات الباء. س ص ع دي إحداث أي نقطة، والباء س برضو ص وعين. وعشان أميز ما بينهم ادينا دي دليل 1 وادينا دي دليل 2، ويبقى البعد هو الجذر التربيعي. مربع فرق السينات زائد مربع فرق الصادات زائد مربع فرق العين، يبقى س 1 ناقص س 2 ص 1 ناقص ص 2 عين 1 ناقص عين 2. وقلنا لو بدأنا ب2 مفيش مشكلة، بس أبدأ 2 في س يبقى برضه في ص يبقى في عين. إحداثي منتصف، قطعة مستقيمة. إحداثي منتصف أ باء، يعني ج مثلا في نص الألف باء، أدي أ وأدي باء وج في النص. عندي طبعا إحداثيات الألف وإحداثيات الباء، أقدر أجيب إحداث المنتصف. س 1 زائد س 2 على 2، ص 1 زائد ص 2 على 2، ج عين 1 زائد عين 2 على 2، وطبعا الناتج هو نقطة مكونة من 3 مساقط. ده اللي احنا قواعد اللي اخدناها. تعال كده نشوف التدريبات اللي موجودة علينا ومقررة، وليأخذ مثلا تدريب رقم 9 ألف. بيقول ايه في 9 ألف؟ اثبت أن المثلث الذي رؤوسه كذا وكذا وكذا هي رؤوس مثلث متساوي، هي رؤوس مثلث قائم، مثلث قائم، وأوجد مساحته. الرؤوس هنا -2 و5 و2
2، وهنا 0 وصفر و2، هنا 0 و4 و0. دي رؤوس المثلث. طب انا عايز اثبت المثلث ده قائم. طب احل ازاي؟ الحل بيقول لي هنا اهوت انت هات اطوال الاضلاع كلها. يعني انا هسمي دي مثلا الف، واسمي دي باء، واسمي دي ج، وهجيب طول الالف بقى باستخدام القانون بتاع البعد. -2 ناقص 0، -2 ناقص 0 تربيع س، الصاد 5 ناقص 0 تربيع، العين 2 ناقص 2 تربيع. استخدام الحاسبة هلاقي ان ديت 4 زائد 25 يبقى بتساوي الجذر التربيعي ل 29. طيب اروح اجيب باء ج. باء ج هتساوي جذر التربيعي 0 ناقص 0 تربيع زائد 0 ناقص 4 تربيع زائد 2 ناقص 0 تربيع. 16 و4 يبقى 20، جذر التربيع ل20. اجيب له الف ج يساوي الف وج يبقى -2 ناقص 0 تربيع زائد 5 ناقص 4 تربيع زائد 2 ناقص 0 تربيع تساوي 4 8 1. يبقى جذر تربيعي قلنا هنا 4 و4 8 و1 تربيع يبقى 9، جذر 9. طيب هروح اطبق نظريه فيثاغورس، اجيب الضلعين الاقل طولا واقول له والله انا عندي باء ج تربيع زائد الف ج تربيع هيساوي جذر 20 تربيع زائد الجذر 9 تربيع، يبقى بتساوي ادي 20 زائد 9 يبقى بيساوي 29. هروح اجيب اطول ضلع اللي هو الف ج واربعه برضه، جذر التربيع ل 29 تربيعه يبقى بيساوي 29. الاثنين سوا بعض، مجموع مربع الضلعين سوا مربع الضلع الثالث، ودي نظريه فيثاغورس. يبقى نقول له اذا الف ج تربيع لوحده بيساوي الف باء تربيع زائد باء ج تربيع. يبقى اذا المثلث قائم في ج في باء اللي هو الضلع الراس المقابله لالف ج. يبقى المثلث قائم الزاويه في النقطه باء. طيب هو عاوز مساحته. مساحه المثلث نص القاعده ضرب الارتفاع. دي احدى قواعد مساحات المثلث. حاول ان تحل كان نص حاصل ضرب الضلعين في جيب الزاويه بينهم، دي احدى القواعد. مساحه المثلث نص القاعده في الارتفاع. وطبعا في هيرو، مساحه المثلث ممكن تيجي عن طريق محيط المثلث. كل دي قواعد لمساحه المثلث. فانا عندي نص ضرب المثلث قائم الزاويه بباء، يبقى القاعده يا اما باء ج يا اما الف باء. نخليها باء مثلا، باء ج جذر 20 في الف باء اللي هو الجذر التربيعي. انا اسف في هنا نقطه غلط، الف باء يبقى هو قائم الزاويه في ج، طالما الف باء تربيع، الف باء تربيع، الف باء تربيع، ده هنا هو الف باء تربيع. يبقى ايه؟ الف باء تربيع يساوي الف ج تربيع زائد باء ج تربيع. يبقى هو قائم الزاويه في نقطه ج. واحنا بنجيب مساحه المثلث راجعنا، يبقى هو قائم الزاويه في ج. يبقى قلنا باء ج وهنا في الف ج، يعني معناها نص الف ج اللي هو جذر 9. يبقى نص
جذر ال20 مضروب في جذر 9. جذر ال9 3 وال20 ممكن احسب دي بالآلة الحاسبة، يعني هيبقى نص في 2 جذر 5 مضروبة في 3. 2 مع 2 يبقى 3 جذر 5 وحدة مربع. دي مساحة المثلث. يبقى عشان اثبت ان المثلث قائم بجيب الاطوال الاضلاع الثلاثة واشوف هل مجموع مربع الضلعين الصغيرين يساوي مربع الضلع الثالث. حصل. يبقى معناها ان ألف باء تربيع يساوي ألف ج تربيع زائد باء ج تربيع، يبقى المثلث قائم الزاوية في الرأس اللي ايه مقابلة للوتر اللي هو ألف باء، يبقى هي ج، يبقى الرأس ج. مساحة المثلث القاعدة اللي حافظينها من أيام أولى إعدادي أو أولى إعدادي أو 5 ابتدائي كمان، نص القاعدة في الارتفاع. جبنا نص القاعدة في الارتفاع وجبنا مساحة المثلث. نشوف تدريب آخر من التدريبات اللي موجودة على أول درس من دروس النظام الإحداثي المتعامد. رقم 12 بقى بيقول لي أوجد إحداث المنتصف. سؤال مباشر، عاوز إحداثي منتصف. ألف سالب 3 و5 و5 وباء سالب 6 و4 و8. أوجد إحداثي منتصف. طيب سهل، هقول له إحداثي المنتصف يساوي قانونه مجموع السينات مجموع اهوت س 1 زائد س 2 على 2 ص 1 زائد ص 2 على 2 ع 1 زائد ع 2 على 2. يبقى هيساوي سالب 3 زائد سالب 6 على 2 5 زائد 4 على 2 5 زائد 8 على 2. دي سالب 9 على 2 دي 9 على 2 5 و8 13 على 2. دي بالصورة الكسرية. لو عايزينها بالصورة العشرية تبقى ديت 4.5 سالب ودي 4.5 و13 على 2 يعني 6.5. ادي بالصورة الكسرية ودي الصورة العشرية لو الاختيار بالصورة العشرية. شوف مثال آخر أو تدريب آخر من التدريبات اللي موجودة عندي، رقم 13. 13 برضو على قانون المنتصف، بس بيقول لي فيها فكرة كده صغيرة. إذا كانت ج، رقم 13، إذا كانت ج نقطة سالب 1 و4 سالب 1 و4 وصفر، دي منتصف قطعة مستقيمة. يعني النقطة دي إحداثي منتصف قطعة مستقيمة. ألف باء، قطعة اسمها ألف باء، تمام، حيث باء إحداثياتها كذا 4 سالب 2 1. أوجد إحداثي ألف. يعني السؤال شكله عامل ازاي؟ أنا عندي قطعة مستقيمة اسمها ألف باء، مديك إحداث الباء موجود 4 سالب 2 و1، وألف مجهول س وصاد وعين، بس مدي إحداث المنتصف اللي هي ج اللي هي سالب 1 و4 وصفر. طيب أنا لو طبقت القانون هقول له إن سالب 1 و4 وصفر دي مفروض بتساوي مجموع السينات على 2 ومجموع الصادات على 2 ومجموع العينات على 2. طب ما أنا عندي الإحداثي بتاع الباء، يعني معناها 4 زائد المجهولة س وسالب 2 زائد المجهولة صاد والواحد زائد المجهول عين. كل دول بيساوي سالب 1 و4 وصفر. يبقى الإحداث السيني هساويه بالإحداث السيني، يبقى معناها إن 4
زائد س على 2 بتساوي -1. وبعدين أقول له إن كمان -2 زائد ص على 2 تساوي الإحداث الصادي، يبقى الإحداث الصادي اللي هو ال4. وكمان إن 1 زائد ع، الإحداث العين بيساوي الإحداثي العيني هنا اللي هو 0. وأحل ال3 معادلات دولت. طيب لو أنا حليت دي هيبقى 4 زائد س بتساوي -2، ودينا ال4 هناك يبقى س هتساوي -6. ادي الاحداث السيني للنقطة أ. لو ضربنا هنا طرفين في وسطين يبقى -2 ص بتساوي 8، يبقى ص هتساوي 10. ادي الاحداث الصادي لص، وديت ال-2 بالجنب. هنا 1 زائد ع هي اللي هتساوي 0 ضرب 2 ب0، يبقى ع هتساوي -1. إذا إحداثي اللي مطلوب إحداثي أ هو ألمهم بقى -6 و10 و1. بكده يبقى أنا انتهيت من جميع التدريبات أو معظم التدريبات المهمة اللي موجودة على أول درس من دروس هندسة الفراغ. نشوف كده ايه الواجبات المقررة علينا. هيبقى عندنا مقرر واجب ملف الواجب بتاعنا هيبقى 9 باء، وموجود 11 وموجود 12 ألف. دول في صفحة 52 وصفحة 53 من الكتاب المقرر. ده ملف الواجب.